احمد المباراه الثانيه على الجوال حضرتك فكره مجموعه صعبه واعده من شباب الزمالك. هل انت شايف ان المجموعه دي هتقدر تحقق لك هدف جمهور الزمالك مش هيرضى عنه بديل يحقق لك بطوله الكاس، ام الظروف هي اللي فرضت عليك انك تلعب بالمجموعه دي؟ لا طبعا احنا من بدايه الموسم لو سيبنا نتابع احنا بندي فرصه للعيبه الشباب، احنا اكثر نادي في مصر ادى فرصه للعيبه الشباب واشهر لعيبه الشباب هذا الموسم. الظروف لم تقدمنا ان احنا نشهد هؤلاء اللعيبه الشباب في الدوره الرباعيه بسبب اصابه عبد المجيد واصابه يوسف وبره. شيكا ولد صغير احنا كنا متابعينه بشكل جيد جدا. عمر اسماعيل يوسف لعيبه على لعيبه كبيره جدا. انا هنهي الكاس بنفس الطريقه اللي انا بدات بيها بنفس اللعيبه اللي انا بدات بيهم البطوله حتى النهايه. هم دول اللي هيكملوا معايا باذن الله نتغلب على واد دجله اللي احنا موجودين في المباراه النهائيه. صلاح الطيب يا عمر كابتن خلال اللحظات الاخيره من المباراه طريقه جيد في عمليه الاحلام، فالكل اعتقد ان انت هتدفع بيه على اساس المباراه اجابه اقل من دقيقه. طريقه مصطفى فتحي ان هو لسه يعني كان مش مميز جدا في ضربات الجزاء، واحد من افضل الحراس في مصر في ضربات الجزاء، ودي واضحه بالنسبه لنا وكابتن ايمن عارف كويس جدا. كان لازم اجهزه يعني، لكن بعد كده لما فكرت لقيت ان نزول مصطفى هيبقى مؤثر اكتر ونقدر ان احنا مع الاجهاد البدني في حرس الحدود في اخر 15 دقيقه ان احنا نقدر ان احنا نحرز هدف. وبالفعل مصطفى نزل وكان مؤثر جدا مش في الهدف بس لكن في تثبيت مؤمن ابراهيم مع حازم مصطفى. الجبهه دي خلت مؤمن ان هو يرد 10 15 يارده، وده فادنا تكتيكيا بشكل جيد جدا وفضلنا نص الملعب. فهو ده كان السبب الرئيسي، لكن فكرت الحقيقه ان انا نزل. كابتن الشباب معلش حضرتك للمباراه الثانيه على التوالي خروج احمد علي طبعا حضرتك مدير فني قدير مدير فني يعني لعبت في اوروبا عارف الطبيعه النفسيه بتاعت اي لاعب. حته التغيير دي انا شايف ان هي بتسبب ازمه او بتقرب ذهن الجهاز الفني. المباراه الثانيه خروج احمد علي في مباراه البروجيكت برضه خرج خلاص يعني انا واحد حاسس بشده عضلي مشكله منه ما كانش يخرج بالغضب اللي تاني مره على التوالي النهارده خرج برضه بنوع من الغضب. انا شايف يعني الحته دي ازاي تحول الجهاز الفني او افراد الجهاز الفني. حضرتك يعني دلوقتي بنخترع مشكله مفيش اي مشكله. انا ما بقولش اللعيب انا بقولش انا شايف طلع زعلان. ممكن حضرتك لا انا عايز اقول لك حاجه. اول سؤال سالته لاحمد علي يعني ازاي انت خارج متضايق وانت مصاب؟ فقال لي ما عشان انا عايز، لان طبيعي احمد علي هو عايز يلعب حتى على الواقف، لان هو متخيل ان هو حتى على الواقف لو جات فرصه ممكن يبقى جول. انما لو لقيتي كمدير فني ان انا لازم انزل لعيب سليم، خاصه ان انا عندي مباراه بعد 4 ايام ولازم احافظ على اللعيب. مفيش اللعيب ساعات وهو طالع ممكن يبقى زعلان، ده حقه، لكن لا تتعدى السنتين 3 دول. لكن يعني مفيش اي مشكله. اشكركم. شكرا كل سنه وانتم طيبين.